عزيزي، مثل ما ذكرت قبل قليل، لابد أن تصفر الأزمات، ولا ليس من حق أحد أن يحرم موظف سواء في الإقليم والمركز من رزقه أو راتبه أو ما شاكل ذلك. وبالتالي يا عزيزي، خلينا نكون واقعيين وواضحين. اليوم الموظف في الإقليم لابد أن يأخذ راتبه أسوة ب يعني موظفي المركز. وأيضا حكومة الإقليم لابد أن تصفر الأزمات، الأزمة تصدير النفط، الرواتب، وكل هذه التفاصيل، حتى لا يقع المواطن ضحية لهذه الأزمات أو لهذه المشاكل التي تعصف ب يعني المركز والإقليم. ومسألة الرواتب لابد أن تطلق من قبل حكومة المركز، وأزمة تصدير النفط وما شاكل ذلك يجب أن تحل، ونفصل، يكون انفصال بين هذه المشكلة وهذه المشكلة. لا نخلط الأوراق، لأنه تسبب أزمة للشارع في إقليم كردستان. اليوم المواطن في إقليم كردستان هو مواطن عراقي وحق على الحكومة، وبالتالي هذه المسألة لابد أن تحل، ولابد أن يصلون إلى حلول. وخاصة اليوم السيد هادي العامري يصل إقليم كردستان لحل هذه الأزمة. يعني اليوم ليس من مصلحة أي حزب سواء كان في الإقليم أو في بغداد أن يعني تبقى الأزمة على ما هي عليه. لابد أن تصفر الأزمات، وهناك رسائل يعني واضحة بأنه هذه المشكلة تؤثر على الشارع العراقي وعلى العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز. وبالتالي هذه المسألة يا عزيزي يعني وبالتالي هذه المسألة لابد أن تحل. ويعني لإثبات حسن نية، اليوم حكومة بغداد أو الإطار التنسيقي يرسل أو على رأس وفد رفيع المستوى بزعامة السيد العامري لحل هذه الأزمة. وهذه الأزمة مثل ما ذكرت أنه تعكس سلبا على نتائج الانتخابات، مشاركة الانتخابات، حتى تدخل في الصراعات السياسية. هناك حقوق وهناك واجبات، وعلى الإقليم أن يلتزم. اليوم حكومة بغداد تقول إنه الإقليم لا يلتزم معنا بمسألة تصدير النفط وإعطاء مبالغ التي يعني عائدات النفط إلى حكومة المركز. وبالتالي هذه المسألة يعني هكذا تقول الحكومة المركزية، إنه لابد أن تعود واردات النفط إلى بغداد. عزيزي، يعني موازنة إقليم كردستان خلصت، هاي غير منطقية، لأنه هناك جدول وهناك دراسات وهناك يعني شلون مثلا احنا اليوم مخصصين المبلغ مالي مثلا إلى سفرة أو إلى يعني مشروع، واحنا مخصصيه وعادي له جدوى، وبالتالي نصف المشروع يقف والله نقول خلصنا فلوس. ماكو هيك منطق. وبالتالي انه هناك الاصح انه حكومة اقليم كردستان لا تلتزم ب يعني مواعيدها او ما شاكل ذلك، وبالتالي هذا التعبير الاصح. وحكومة المركز اعتقد لو تم حل هذه المشكلة، حل مشكلة تصدير النفط، اعتقد سوف تحل كل المشاكل ومنها مسألة الرواتب. وانا مع، ونحن كتيار حكمة مع إعطاء رواتب الموظفين، لأنه اليوم الموظف ليس له ذنب بمسألة هذه المشاكل. هذه المشاكل لابد أن تحل، لكن هذه ضغط على حكومة إقليم كردستان حتى تجلس على طاولة الحوار وتحل هذه المشاكل. عزيزي، هذه مسألة حكومة، هذه مسألة دولة وليس وزارة. مع جل احترامي لهذه الوزارة، هذه الوزارة تمشية أحوال وإدارة الأمور، لكن هناك يعني هناك أمور لابد أن تحال، منها مسألة الرواتب ومسألة تصدير النفط، عائدات النفط. هناك اتفاق بين حكومة المركز والإقليم اليوم، يعني حتى نقولها بالعامية. اليوم
هناك واجبات وهناك حقوق. الواجبات والحقوق على الإقليم وعلى المركز. نحذر أنه المواطن لابد أن يبتعد عن هذه المشاكل، والموظف في إقليم كردستان له الحق أن يستلم هذه الرواتب بعيدا عن المشاكل. والمشاكل لابد عن الأخوة في الحكومة، حكومة الإقليم، أن يجب أن يجلسوا على طاولة حوار حتى تنحل هذه الأزمة، لأنه إذا بقيت هذه الأزمة سوف تبقى هذه المشاكل والمواطن هو الخاسر الأكبر، ليس السياسيين. اليوم السياسي هو قاعد ببيته وبقصره ويأكل ويشرب وعلى حسب الأصول، والمواطن العادي البسيط الموظف البسيط هو اللي واقع بها.